صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. تعالوا ما اقول لكم على طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل، وكمان هقول لكم كل التريكات اللي هتطلع معاكم قطعة المكرونة متماسكة وشكلها حلو جدا، وصوص بشاميل كريمي ولذيذ وطعمه بجد حكاية. ودي بقى بتبقى اهم صينية في العزومات بتاعتنا، ما نقدرش نستغنى عنها، هي ملكة العزومات، لازم نعملها في اي عزومة علشان كلنا بنحبها ومحدش بيختلف عليها ابدا. لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة طبعا بنعملها اننا نسلق المكرونة في مية والملح، وبعد ما نسلقها كويس هنصفيها بقى من المية بتاعتها ونغسلها كده نشطفها شطفة حلوة، علشان انا بحب المكرونة تبقى مفلفلة مش معجنة ولا لازقة ببعض خالص. نطز على النار او اي حاجة بقى ونحط فيها شوية صغيرين كده من الزيت، وبعدين نحط فيها اللحمة المفرومة، وما كتروش الزيت طبعا علشان اللحمة لسه هتنزل الدهون اللي فيها، وهنبدأ نقلب فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة طبعا الزيت يكون سخن جدا علشان اللحمة ما تنزلش مية كتير منكم. هنفضل نقلب فيها لحد ما تغير لونها كده، وبعدين هننزل عليها بقى بالبصل يكون مقطع مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلب بقى البصل مع اللحمة لحد ما يتشوح كده ويبدأ يدبل معايا. وبعد بقى ما يتشوح كويس كده هنزل بقى بطماطمايه متقطعة مكعبات وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل اصفر، تقدروا تحطوا فلفل اخضر بس او فلفل الوان زي ما تحبوا، بس هنا بقى طبعا الطماطم مهمة عشان بتدي مزازة حلوة قوي للمكرونة وبتخلي طعمها في حتة تانية. ودلوقتي بقى هنتبل اللحمة بتاعتنا، هنحط بقى معلقة صغيرة من بهارات الفراخ والفلفل الاسود والكزبرة والبابريكا، ربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، وربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، وما ننساش طبعا الملح. واختياري بقى هنحط رشة كده بسيطة جدا من الشطة، وطبعا الرشة البسيطة دي مش هتخليها سبايسي ولا حاجة، طبعا لو انتوا حابينها تبقى سبايسي تزودوا الشطة. وطبعا هنا الرشه البسيطه دي بتدي تيست حلوه قوي للمكرونه، انا بصراحه بحبها جدا. وهنا بقى بعد ما قلبناها كويس بصوا هنا بقى مفيش اي ميه تحتيها، هي كده اتعصجت كويس والميه اللي فيها نشفت خالص وبقت جاهزه معانا. وتعالوا بقى دلوقتي عشان نعمل اهم حاجه وهي صوص البشاميل. عندي 4 معالق كبار من الزبده وعليهم معلقه كبيره من الزيت، ونزلت عليهم بقى كده بكوبايه من الدقيق، وده مج الشاي العادي اللي بنشرب فيه الشاي يا جماعه. هنقلب بقى كده الدقيق لحد ما يبدأ يسخن معايا كويس، هتلاقوه بقى بدأ يبقبق معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننزل بقى كده بكوباية من اللبن الحليب، انا بحط اللبن بالتدريج علشان اتحكم في قوام البشاميل، وكمان علشان اقدر افك اي كلاكيع بلاقيها. هنزل كده بالكوباية التانية بعد ما قلبت كويس، هلاقي كده ان العجينة اللي اتكونت دي بدأت تفك معايا، وبعدين هنزل بالكوباية التالتة وهجيب بقى المضرب وهضرب بقى كل الكلام ده كويس، مضرب اليدوي العادي. هلاقي بقى كل الكلكعة دي بدأت تفك معايا، والبشاميل بقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى ربع كوباية من اللبن الحليب وهقلب تاني كده بالمضرب. شايفين بقى يا جماعة القوام بتاعه حلو ازاي؟ لسه طبعا تقيل وهيحتاج نزود له، فانا بقى هحط عليه كوباية من المية وبعدين هقلب. هلاقيه تقل تاني، هحط كوباية تانية من المية، نفس الكوباية يا جماعة اللي بحط بيها هي يعني اللي بحط بيها الدقيق، هي اللي بحط بيها اللبن الحليب، هي اللي بحط بيها المية. شايفين بقى القوام بتاعه كريم ازاي؟ وطبعا لسه هيتقل تاني فزودتله كوباية تالتة من المية، وبقى كده اخد 4 كوبايات من اللبن الحليب و3 كوبايات من المية، وتقدروا تستبدلوها بشوربة. اخر حاجة معايا بقى ودي حاجة اختيارية، هي معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي، او ممكن تحطوا بدلها قطعتين من الجبنة المربعات او المثلثات، بتدي طعم حلو جدا للبشاميل وبتخليه كريمي اكتر، وبتبقى بديل حلو قوي للكريمة. وبعد بقى ما وصلنا للقوام اللي انتوا شفتوه ده هنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا، وهي عبارة عن معلقة صغيرة من بهارات الفراخ والفلفل الاسود والبابريكا والملح، وكمان حطيت رشة بسيطة من جوز الطيب. وطبعا تقدروا تستبدلوا الفلفل الاسود بالفلفل الابيض علشان البشاميل اللي يفضل لونه ابيض معاكم ما يبقاش باين فيه كده اي توابل. وهو ده بقى يا جماعه قوام البشاميل المطلوب. شايفين كريمي وحلو ازاي؟ المكرونه البشاميل يا جماعه بتحب البشاميل يكون تقيل علشان لما نحط البشاميل على المكرونه ما يتسربش لتحت، وطبعا علشان يبقى فيه طبقه كويسه من فوق كده متماسكه، وكمان علشان المكرونه وشها ما ينشفش منه. ودلوقتي بقى هنجهز الصينيه بتاعتنا، هنحط شويه كده من البشاميل، طبقه خفيفه
كده من البشاميل تحت علشان المكرونه ما تلزقش مننا في القعر وتتحرق. انا بغسل المكرونه قبل ما احطها كده واصفيها كويس، بحبها تبقى مفلفله كده، وبعدين بقى بحط عليها طبقه من البشاميل اللي فوقيها كده، هي دي بقى اللي بتخليها متماسكه وكل الطبقات تبقى ماسكه في بعضها، من غير بقى ما نحطها وهي معجنه كده او لازقه فوق بعضها علشان ما غسلناش. لا، انا بغسلها وبعدين بحط عليها طبقه بشاميل بترجع تتماسك تاني. وبعد ما حطينا بقى طبقه البشاميل هنحط بقى طبقه اللحمه بتاعتنا ونوزعها كده في كل حته، وبعدين هحط بقى تاني طبقه من البشاميل برضو علشان الطبقه اللي فوق تمسك في اللحمه، وهبدأ اوزع كده طبقة البشاميل الخفيفة دي. ودلوقتي بقى هحط المكرونة الباقية وهوزعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهضغط عليها كده ضغطة خفيفة، واحط بقى طبقة البشاميل بتاعتي الاخيرة من فوق. شايفين يا جماعة البشاميل تقيل اهوت، ما بينزلش لتحت ولا بيتسرب، علشان كده المكرونة بتفضل حلوة ومش بتنشف معايا. هنا بحبها كده بصراحة. لو البشاميل كان خفيف هتلاقوه نزل تحت كده في المكرونة ومش ماسك نفسه خالص، وهتلاقوا المكرونة بانت منكم من البشاميل، ولما تحطوها تحت الشواية تاخد لون هتلاقوا ان المكرونة نشفت منكم ومش هتبقى لطيفة خالص. ممكن بقى بعد ما نخلص ندهن الوش بالبيض، بس انا بصراحة بحب احط جبنة كده على الوش، بتبقى طعمها احلى وكمان شكلها بيبقى احلى. بس طبعا لو حابين تحطوا البيض ما تنسوش تحطوا شوية من الفلفل الاسود ورشة بسيطة من الملح علشان الزفارة. وبعد ما تخلصوا بقى هندخل الطاجن بتاعنا الفرن. انا بشغل الفرن من تحت على اعلى درجة حرارة لمدة 10 دقايق بس، او لحد ما الجبنة تبدأ تسيح كده، وبعدين بطفي وبشغل الشواية من فوق لمدة 5 دقايق لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا يا جماعة المكرونة البشاميل اللي ما بتاخدش وقت في الفرن خالص، يعني علشان هي فيها كل حاجة اوريدي مستوية، المكرونة مستوية واللحمة والبشاميل كل حاجة مستوية، احنا بس عايزينها تاخد لون كده وتطبق شوية مع بعض عشان كله ياخد من طعم بعضه، وهتبقى معاكم احلى مكرونه بشاميل زي اللي انتوا شايفينها كده. هنستنى بقى لما تبرد شويه او تهدى شويه وبعدين نقطعها. ومهم جدا طبعا علشان القطعه تطلع معاكم متماسكه تستنوا عليها لحد ما تبرد خالص، ما تقطعوهاش وهي سخنه علشان مش هتتماسك معاكم وهتبقى مفروله ومش هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بستنى عليها لحد ما تبرد خالص، ولو مستعجله عليها بدخلها التلاجة كده لحد ما تبرد كويس، يعني ما بتاخدش وقت ربع ساعه كده ولا حاجه، هتلاقوها بردت بسرعه وتقدروا تقطعوها بكل سهوله. وانا بصراحه يعني بعشق المكرونه البشاميل جدا، وبالنسبه لي هي وجبه كامله متكامله، ما باكلش جنبها اي حاجه، هي لوحدها كده بالنسبه لي كفايه قوي. وقولوا لي كده في الكومنتات بتحبوا تاكلوها لوحدها كده ولا لازم يكون جنبها حاجه. شايفين بقى يا جماعه المكرونه وحلاوتها؟ شايفين القطعه طالعه متماسكه ازاي؟ بجد حلوه قوي يا جماعه. جربوها بقى يا جماعة بالطريقة دي هتطلع معاكم حلوة قوي، وكمان لو مشيتوا على نفس الخطوات اللي احنا عملناها هتطلع مظبوطة معاكم جدا وهتبقوا اساتذة فيها ومش هتبطلوا تعملوها. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات وكتروا الشير، واشوفكم على خير.